شهر آذار هو شهر احتفالات وفيه أيام أحزان، بس نحن كنساء هو شهر آذار بالنسبة للمرأة شهر المقاومة، شهر النضال، شهر احتفالات. يعني المرأة بشهر آذار ينقل احتفال، بس هو عنوان للنضال، نضال المرأة. بمناسبة 8 آذار حبينا بكل حي نساوي اجتماع بشكل عام، مو بشكل خاص للنساء فقط، بشكل عام للرفاق الرجال والنساء. قبل ما نبدأ اجتماعنا ندعو الرفاق دقيقة صمت على أرواح الشهداء. الشهداء هم قادتنا المعنوية في جميع المجالات. المرأة في ثورة روجافا أثبتت نفسها في جميع المجالات، وهذا معروف لدى الجميع. نبدأ محاضرتنا عن 8 من آذار مع الرفيقة شيراز كورديناسيون كونغرستار. صباح الخير للجميع، صباح الأمل. طبعا نحن من دون الأمل أكيد كل وحدة أو كل واحد فينا ما رح يكمل هالحياة، الحياة اللي دائما فيها صعوبات وفيها تحديات، ولكن الشيء اللي بخلينا انه نحن نستمر بهالحياة ما زال بمناطقنا او بمنطقة الشرق الاوسط لا زال يتواجد معنى الحياة، والذي يتم تغذيته ودعمه من القيم المجتمعية والقيم الثقافية الموجودة في المنطقة. الموزاييك الموجود في المنطقة يغني هذه الحياة ويعطي لها طابعا ولونا هو متفرد به في هذا العالم. لماذا؟ لأننا ما زلنا نحافظ على ذاك الإرث الثقافي، لا زال متواجد عنا. طبعا نحن بشهر آذار مثل ما حكيت الرفيقة هندرين، شهر آذار له بصمة تاريخية بتاريخ المجتمعات، وكمان في له مآسي. له بصمة تاريخية هي بدءا من يوم العالمي للمرأة. طبعا رح نتطرق لهالموضوع انه يوم المرأة ليس وليد الصدفة، هو ما اجى من الفراغ. كل شيء وحتى كل شيء صار فيه تطور. طبعا نحن عندنا ثوابت نحن انطلقنا منها كمان، فله بصمة تاريخية يوم المرأة العالمي. كمان نحن عندنا يوم 21 يوم عيد النوروز، وهو يعتبر ربيع الحب والجمال. وطبعا لا يخلو هذا الأمر وهذا اليوم من المقاومات ومن النضالات التي جعلت من هذا اليوم رمزا للمقاومة. نحن عم نلاحظ كل يوم نحن عم نذكره لا يخلو من الميراث النضالي ولا يخلو من المقاومة. إذن مقولة المقاومة حياة هي مقولة تاريخية انطلقت منها إرادة المجتمعات. لا زالت إرادة المجتمعات تقاوم انطلاقا من هذا أو من هذه المقولة. في عنا 28 آذار وهو ذكرى استشهاد الرفيق محسون قرقماس. ونحن بنعرف انه الانطلاقه اللي بداها الرفيق محسون قرقماس باطلاق الرصاصه الاولى هي كانت منعطف بحركه الحريه الكردستانيه، واللي كان يوم احتلال عفرين. طبعا احتلال عفرين لماذا؟ للإرادة الموجودة هناك، للمشروع الديمقراطي الذي تم تشييده على وبناؤه على التخوم المحاذية لتركيا، الشيء الذي لم يرق للدولة التركية الاحتلالية. لماذا؟ لأنه أي مشروع ديمقراطي راح يؤثر على الداخل،
نحن بنعرف الداخل التركي والفوضى والمشاكل الداخلية وإلى هذا. إذن كل هذه الأمور شهدتها الشهر آذار. نحن لما بالبداية قلنا أنه نحن عنا ثوابت انطلقنا منها أو حقائق بالأحرى، نحن ممكن نسميها هي الحقائق اللي نحن انطلقنا منها. شو هي هالحقائق؟ نحن عنا أولا الحقيقة المجتمعية اللي نحن بطبيعة الحال ترعرعنا وتربينا على هذه الحقيقة الاجتماعية يلي بتمثل القيم الاجتماعية ويلي هي طبيعة الحياة اللي كانت موجودة ولا زالت عم نحافظ عليها بوجه من؟ بوجه القوى التي تريد التدخل والتي تحاول دائما إبادة هذه القيم ونكران الميراث النضالي والثقافي لهذه المجتمعات الموجودة في الشرق الأوسط. لازلنا نحافظ عليها، لذلك نلقى المزيد من التحديات والصعوبات، وحتى بتنا في هذه اللحظة بؤرة للأسف للأزمات التي يلقون بها إلى مركزها بالشرق الأوسط. نحن الحقيقة الاجتماعية الموجودة عندنا الطبيعة المجتمعية والكومينالية اللي نحن انطلقنا منها، الذاتانية اللي دائما لازم نحافظ عليها، وهي كينونة المرأة وكينونة الإنسان بطبيعته، نضالات وأيام مقاومة للمرأة. طبعا عندما نقول هذه الحادثة هي استذكار للنساء العظيمات اللواتي قمنا بهذه المقاومة العظيمة التي دائما تم تخليدها في تاريخ المرأة. طبعا لم يتوقف الأمر، شاهدنا أيضا بمنطقة الشرق الأوسط والآن نشاهدها بإقليم شمال وشرق سوريا، ومثل ما حكينا اللي كانت بدايته بثورة روجافا واللي انعكست بأيضا حراكات أخرى اللي هي موضوع المرأة، الحياة، الحرية. طبعا هذا الشعار الذي بدأ بشعار ولكن الآن يستمر كفلسفة. نحن كمان يكون عندنا القوة للمقاومة. طيب أنا كيف رح قاوم إذا أنا بعاني من أمراض سرطانية؟ ما بقدر قاوم، مو لازم في علاج. كيف رح أتخلص من هالأمراض السرطانية؟ أنا لازم أولا تحقيق الذاتانية، إنه أنا أكون موجودة بإرادتي وبكياني وبحقيقتي. الشيء الآخر التخلص من العبودية الموجودة. هلا نحن عم نعاني من عبودية داخلية، هالعبودية الداخلية يجب التخلص منها. الشيء الثاني التسلح بالمعرفة والتطور، لأنه إذا نحن ما تسلحنا بالمعرفة والتطور نحن ما رح نقدر نتخلص من الأمراض والسرطانيات الموجودة بشخصنا. لازم نتعرف على شو؟ كيف التسلح بالمعرفة والتطور؟ التعرف على حقيقة الأمور. يعني أنا لازم أعرف أنه أنا كيف عم بيتم استعبادي من قبل السلطوية، أنا كيف عم بيتم استعبادي من قبل الدول القوموية. هلا إذا جبنا مثال من الواقع، هلا بالنسبة للهجمات اللي عم بتقوم فيها الدولة التركية، طيب مو أنا لازم أكتشف حقيقة أردوغان للعالم وللمنطقة حتى أقدر أقنع الموجودين، إلى جانب طبعا لا يخلو الأمر من القوة الموجودة اللي هي راح تكون بالدرجة الأولى هي القوة الإيديولوجية، بالدرجة الأولى للمرأة والمجتمع كافة. يجب التسلح بالقوة الإيديولوجية لحتى أقدر أوقف على حيلي وقاوم ورد على هالسياسات اللي عم تستهدف المرأة أو المجتمع. إذا نحن نقدر نقول بجملة وين نحن ضيعنا الحقيقة لازم ندور عليه. وين نحن ضيعنا الحقيقة لازم بهديك النقطة نحن ندور عليه، فنحن رح نلاقي حالنا. إذا نحن هلا كلياتنا بحراك وبحث عن الحقيقة التي تم سلبها منا.
من المجتمعات المقاومة. شو سلبوا؟ بدهم هن الطبيعة والجوهر الموجود. هلا كل شيء محاولات السياسات المعادية شو هي؟ هو دائما إخراج كل شيء من معناه. لما خرج كل شيء من معناه فما بعد ما عاد في معنى وما عاد في أمل وما عاد في طعم الحياة. هلا نحن لما بنقعد بالحياة الاجتماعية بنقول وبتحسروا يعني، وخاصة إذا نحن هلا من جيلنا وما فوق بيقول مثل ما بقولوا بالعامية اسأل الله أيام زمان. نحن هيك عم نحكي صح؟ ليش؟ لأنه كانت في لسه الروح الاجتماعية أو يعني لسه بانتعاشها. كل ما كان الإنسان ليش تراجعت هالروح؟ لأنه تطورت الفردانية والليبرالية تطورت، وصار في تدخلات من قبل القوى الرأسمالية، وصار في حرب خاصة، وصار في سياسة ناعمة عم بتشد الإنسان للهاوية للكارثة اللي هو شو؟ ضياع الذات. ضياع الذات كارثة بحد ذاتها. إذا أنا عندنا شو هي؟ انه لازم دائما الشيء الحقيقه المجتمعيه تكون موجوده، الذاتانيه، الحفاظ على الهويه. هلا نحن هون عم نعيش ازمه هويه صراحه. فلازم تكون الحفاظ على الهويه، هدول ثوابت. لماذا؟ لكي نصل الى الحريه والديمقراطيه، بالاحرى بالدرجه الاولى الحريه، حتى نقدر الوصول لإليه. لما عم نقول فلسفه القائد، في كانت مقولة عم بتقول كل الطرق تؤدي إلى روما. نحن بنقدر نقول هالشي كمان. فلسفة القائد وخاصة بمشروع الأمة الديمقراطية اللي طرحها من أجل إنهاء الأزمات بالشرق الأوسط، نحن نقدر نقول كل الطرق تؤدي إلى الحرية من خلال نظام الأمة الديمقراطية. وحقيقة هلا هذا البديل الوحيد حاليا للخروج من الأزمات الموجودة. وأيضا بالنسبة للنساء بالدرجة الأولى، النساء التي تركت طابعا على المكتسبات التي تم تحقيقها بثورة المرأة. كل فعالية وكل نشاط وكل وقفة للتخلص من الشوائب والسرطانيات الموجودة في الشخصية الموجودة، إن قلنا المرأة، هي ستدعم ثورة المرأة وستلهم ثورة المرأة. ثورة المرأة التي لعبت الركيزة الأساسية بماذا؟ بموضوع النهضة والأفكار التي تطرح، بموضوع التحرر، وركيزة أساسية بمشروع الأمة الديمقراطية. عن موضوع التسلح، عن موضوع كيفية التخلص، أيضا نحن لازم يكون عندنا خط دفاعي. خط دفاعي هو ما محصور فقط بأنه أنا أحمل السلاح وأروح على الجبهة فمعناته أنا صار عندي خط دفاعي. نحن عندنا خط دفاعي مثل ما قلنا التسلح بالفكر الإيديولوجي، التسلح بالمعرفة، التسلح بعملية التطور ومواكبة المجريات التي تحدث. كل ذلك سيعطي خط دفاعي للنساء بالدرجة الأولى. طبعا صار في تكاتف من قبل جميع النساء الموجودات في شمال وشرق سوريا، ولنا رموز من خلال ذلك طبعا التي استندت إلى إرث كان موجود مثل ما حكينا، هافال زيلان، هافال سما، هافال بريتان، هافال بيانسوران، إلى أن وصلنا إلى اليوم وهناك زخم من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من قبل الشهيدة ليمان، الشهيدة ريحان، والشهيدة شرفين، وهند، وسعدة، ورجبين عرب، وغيرهم من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل ماذا؟ من أجل حرية المرأة وحرية المجتمع، وإيمانا منهم بأنه يجب أن تكون هناك حياة ملؤها الحرية والكرامة. طبعا كل ما تحدثنا عنه هو في إطار المرحلة الراهنة، وكيف نستطيع الخروج من الحالة التي نحن نعاني منها والواقع الموجود، وكيف نستطيع
وضع نهاية للحروب الموجودة والأزمات الموجودة، وأن تكون هناك أمن واستقرار في المنطقة. طبعا من خلال أيضا المشروع الأخير نلاحظ كيف تعرف كل الثقافات الموجودة والمعتقدات والمكونات الموجودة على الحياة الديمقراطية من خلال هذا المشروع، ونحن تلمسنا هذا الشيء على أرض الواقع من خلال المؤسسات ومن خلال المواقف ومن خلال المقاومة التي تبديها النساء وشعوب شمال وشرق سوريا. إذن نحن بيوم 8 آذار طبعا دائما مثل ما بنقول هو يوم نضالي، ونحن بدورنا كحركة نسوية وكنساء رجافة ونساء شمال وشرق سوريا طبعا هذا اليوم هو يوم إعلاء وتيرة النضال والمقاومة، وهي رسالة إلى المتربصين بقضية حرية المرأة والمتربصين بقضية حرية المجتمعات، بأننا سنقف أمام سياسات الإبادة وسياسات الإبادة التي تستهدف إرادة المرأة وإرادة المجتمعات، الإبادة التي دائما نحن نعاني منها طبعا من التاريخ وإلى الآن مستمرة هذا الشيء. أيضا سياسات الاحتلال، يعني هلا دائما بيقولوا انه يجب تكون هناك سوريا واحدة، سوريا ديمقراطية وتعددية، يجب إنهاء الأزمة. طيب ما دام في هناك احتلال للمناطق فهذا يعني أنه لا حلول للقضية، لا حلول للأزمة السورية. موضوع إنهاء الاحتلالات وما يرتكب بتلك المناطق، خاصة الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة من كافة الأساليب، إنهاء الاحتلال وأيضا إنهاء العزلة، لأنه بشخصية القائد عبد الله وجلان أرادوا كسر إرادة المجتمعات الموجودة، لأنه هن متعلمين بالتاريخ أنه متى ما تم يعني قتل أو اعتقال القائد فمعناته راح تكون هناك نهاية للثورة. لكن الآن نتيجة ترسيخ هذه الفلسفة في عقول المجتمعات والمؤمنين بقضية الحرية والديمقراطية، طبعا تم إفشال هذه السياسة، فالفلسفة مترسخة بين المجتمعات وفي قلوب كل الذين آمنوا بقضية الحرية. إذن تم إفشال هذا الأمر أيضا. إذن نحن نقول أنه بإرادة المرأة الحرة سننهي سياسات الإبادة وسننهي سياسات الاحتلال وسننهي العزلة المفروضة على القائد. طبعا نحن عم نلاحظ أنه تسييس واضح لمسألة مواقف المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية، منلاحظ هذا الشيء تجاه قضية واعتقال القائد عبد الله وجلان. نحن دائما من خلال كل هذه التحليلات ومن خلال المؤثرات التي قامت بها ثورة المرأة وألقت بظلالها على المنطقة كاملة، نحن لاحظنا أنه كيف على المستوى الإقليمي أنه صار في انتفاضة انتفاضة إيران واللي كان بشعار المرأة الحياة الحرية، اللي كان بشعار المرأة الحياة الحرية، وأيضا استطاعت هذه أن تقف أمام سياسة الإبادة التي تطبق هناك. إذن يجب أن يكون هناك استمرارية لنضال المرأة. فنحن عم نلاحظ المناطق أو الدول التي تكون فيها قامت بضمن سجون الدولة التركية بعمليتها الفدائية، واللي قالت مقولتها الشهيرة أنه أنا رح كون جسر يوصل 8 آذار ب 21 آذار، يعني رح يكون في جسر ما بين 8 آذار وعيد النوروز. طبعا حتى الرجل أيضا
تأثر بهذه العمليات. وأيضا عندما قال الرفيق فكري بأن سما هي قائدتي، وقام هو أيضا بعمليته الفدائية. أنه ليش؟ لأنه هو توصل لقناعة أنه بالفعل إن لم تكن الحرية متكاملة فلن يكون هناك معنى للحرية. يعني بعد ما تغذت وانتعشت بأساليب وأنماط ومقاومات ونضالات متعددة اللي كانت هي ضمن صف حركة حرية كردستان، اللي تم انتعاش البذور النضالية التي كانت موجودة، ولكن بنضالات ومقاومات والعمليات الفدائية التي قامت بها الرفيقات ضمن هذه الحركة. نذكر نحن الرفيقة زيلان اللي هي زينب كناجي، يلي بعملية الفدائية انه انتم ما بتحسنوا تكسروا إرادة المرأة. هاي هي طبعا تم السياسات هي سياسات استبدادية وتعصبية، لأنه هن خاصة بالشرق الأوسط اعتمدوا على التعصب الجنسي وحتى على العنصرية، حتى اعتمدوا على القوموية والدينوية، اعتمدوا على كل هالأمور بترسيخ سياستهم بالشرق الأوسط. طبعا الآن صار في تحليل لجميع هذه الأمور، صار في تعمق بهذه الأمور كيفية التخلص منه أيضا. إذا نحن يجب تجاوز كل هذه الأمور حتى نستطيع تحقيق الحرية المرجوة. ويجب على النساء أن تحاول أن تجلب أكبر قدر من الديمقراطية، لأنها ستكون السبيل إلى الحرية وسبيل إلى المساواة والعدالة. إذا يوم 8 آذار نحن ما بنعتبره هو يوم احتفالية بقدر ما هو يوم نضالي، يوم رمز لنضال المرأة. ونحن مثل ما قلنا أنه خاصة بشمال وشرق سوريا تم أيضا إغناء هذا اليوم بالمكتسبات الموجودة وبمكتسبات ثورة المرأة، وأيضا بالمكتسبات التي تحققها بين الحين والآخر. يجب أن نكون على أتم الاستعدادات إلى أي مواجهة سوف نواجهها. يجب أن نصر على مسألة المقاومة ورفع وتيرة النضال، وأيضا أن نصر على مسألة الرئاسة المشتركة لأنها تحقق الديمقراطية. كل هذه الأمور طبعا يجب الحفاظ عليها. كل مكتسبات تحققت، مكتسبات المرأة هي مكتسبات المجتمع بأكمله. وحبينا نحكي اليوم عن عيد المرأة بهالملخص اللي حبينا نسرده لكم. إذا في سؤال أو في استفسار نحن بنقدر نجاوب. نتمنى لكم كلياتكم النصر والنجاح